اكنس بيتك ورشه ما تعلم مين يخش. ودي جملة تيتا اللي دايما بسمعها، وبصراحة بتشجعني قوي لو كسلت شوية، وبتشجعني ان بيتي يبقى دايما نضيف. الهدف من الفلوجز دي مش تضييع وقتكم، بالعكس ان اشارك تجربتي واللي بتعلمه في يومي، يمكن افيد حد بحاجة. وانا فعلا بصحى الساعة 6، وانتوا اكيد اتخضيتوا، بس انا بصحى الساعة 6 عشان حضانة فريدة. ولو ما عنديش حاجة اعملها بنام تاني. هي الخطة فعلا اني كنت هنام شوية، عشان امبارح بعد ما البنات ناموا طلعت الهدوم الشتوي ودخلت الصيفي. وعايزه اقول لكم والله ما خدتش مني ساعه، لاني كنت حاطه الهدوم في شنط التخزين، كنت حاطاها متطبقه ومترتبه، فسهلت عليا جدا. الصبح بقى بعد ما فريده نزلت للباص ما نمتش، عملت كوبايه ينسون كده على الريق عشان يقلل الكحه والبرد. ده كان اقتراح ماما بصراحه، وحاسه انه هدالي الكحه خالص. فطرت، ومن ضمن ترويقه الشتا كده نضفت المطبخ بقى تنظيفه عميقه كده. الدولاب اللي كانت مكركبه نزلتها ورتبتها كلها. كمان البوتاجاز، ورا البوتاجاز بعمله كل فتره عشان انا ما بستعملش البوتاجاز كتير. المطبخ بقى فله الحمد لله. المراوح كمان كنت فكيتها وغسلتها عشان اشيلها وبغطيها كويس. غيرت بقى ملاية السرير، ونيجي لاحلى فقره في يومي، وهي الشاور والبيجامه والايس كوفي. انا دايما بربطهم ببعض، معرفش ليه. من خلال بقى تجربتي في حياتي عايزه اقول لكم حاجه. اكتر جمله البنات بتسمعها لما بتقدم لها عريس هي انت هتتجوزيه هو، مش هتتجوزي اهله. وانا حاسه ان الجمله دي غلط جدا، عشان لو اهله مش حابينك من البدايه ده ممكن يعمل مشاكل كتير بينكم. حتى لو جوزك بيحبك وانت بتحبيه، بس الزن والتدخل المستمر غصب عنه هيأثر على علاقتكم وعلى نفسيته. وان هما لو ناس طيبين وبيحبوكي هيهونوا عليكي جدا في كل حاجه، وهيبقوا اول ناس تلجئي لهم لو حصل بينكم اي خلاف. لان في الاخر هما اقرب ناس ليكي في المسافه من اهلك طبعا، واكتر ناس ممكن يساعدوكي تحلي مشاكلك بهدوء. انا نزلت بقى، وحماتي ربنا يديها الصحه يا رب، لقيتها علقت على